يا هندسة كم مرة طلبت من الذكاء الصناعي إنه يكتب لك خطاب تعاقدي أو خطاب يكون للمقاول، وفي الآخر طلّع لك كلام ركيك ما ينفعش يتبعت أصلًا. كتير مننا فاهم إن العيب في الAI وإنه بيخرّف، لكن وإنه كمان ما بيفهمش في الشغلانة بتاعتنا، لكن الحقيقة الصادمة إن العيب فينا إحنا، العيب فينا إحنا والعيب مش فيه هو، إحنا اللي مش عارفين نكلّمه أو بنكلّمه غلط أو بندّي له أوامر غلط. تعالَ نجرّب مع بعض. اكتب خطاب للمقاول يحذّره من التأخير. بُص النتيجة. شوف مثلًا we refer to the contract agreement dated regarding the execution of work. جواب عام كده وما فيهوش تفاصيل وضعيف ومش مستشهد، بُص مش مستشهد بأي clause من جوّه العقد. تحس إن جواب ركيك وما ينفعش يتبعت يعني ما ينفعش أنت تستخدمه أو تبعته لأي حد سواء أنت كنت مقاول أو استشاري أو مالك. شايفين؟ ده جواب لا يليق بمدير مشروع أو مدير مكتب فني محترف. ولو بعته لأي مقاول هيعرف إن أنت مش ماسك عليه حاجة وممكن يوديك في داهية تعاقديًا. طب إزاي تحوّل الAI من واحد بيكتب جوابات ركيكة كده لواحد contract administrator بيفهم كل حاجة في الFIDIC ويطلّع لك جواب as per FIDIC. السر كله في معادلة اسمها RCTC وده اللي هاشرحه لك دلوقتي. عندنا قاعدة في الهندسة اسمها garbage in garbage out. يعني لو المدخلات غلط أكيد المخرجات هتطلع مش مضبوطة أو هتطلع مش صح، وده نفس الكلام اللي الذكاء الصناعي بيشتغل بيه. دخلت له prompt غلط هيطلع لك النتيجة اللي أنت عايزها برضه غلط، دخلت له prompt مضبوط أو صح هيطلع لك النتيجة صح. عشان تحوّل ChatGPT من chatbot لمساعد هندسي محترف لازم تكلمه بframework محدد. أنا سميت الframework ده بمعادلة اسمها RCTC formula. أول حرف هو الR. ما تخشش عليه كده زي جوجل، لازم تلبسه الطاقية الأول. قُل له أنت مدير عقود متخصص، أو أنت مثلًا مدير planning. ده بيخلّيه يغيّر الdatabase اللي هو بيستحضر منها المعلومات. تاني حرف اللي هو الC أو الcontext أو السياق. هو مش عايش معاك في الموقع، أنت لازم تشرح له الحالة عاملة إزاي. إحنا في مشروع مستشفى، المقاول متأخّر 3 أسابيع، عندنا مشاكل مع الاستشاري. لازم تعيّشه الحالة اللي أنت عايشها عشان يقدر يجاوبك بالطريقة اللي أنت عايزها. خلّصنا بقى الدور اللي بنقول له العبه، نخش بقى بعد كده في الtasks. أنت كده بقى بتدّي له task. خلاص. إيه الtask أو إيه المهمة اللي أنت المفروض تعملها؟ أو أنت يعني أنت كده دلوقتي تحوّلت من إن أنت بتشرح له للactions بقى. خلاص، اللي هم QC دول الactions. تمام. هتقول له إيه بقى؟ أنت النهارده لمّا بتيجي تكلمه بتقول له بدل ما تقعد تقول له اكتب لي إيميل، لأ، قُل له أنا عايز خطاب إنذار رسمي بكذا، أنا عايز خطاب موجه للاستشاري بالطريقة الفلانية، أنا عايز خطاب موجه للمالك بالطريقة الفلانية. لازم تكتب له بطريقة، بلاش اكتب إيميل، لأ، ما هو اكتب إيميل دي هو ما بيفهمهاش. أنت لازم تدّي له صيغة رسمية كده كإنك بتدّي task لمهندس عندك في الإيه، في الشركة عشان خاطر هو يبقى فاهم الtask دي كويس جدًا، وتقول له اعمل لي إيه بالضبط. يعني إيه، زي مثلًا بيقولوا drafted a formal notice to correct زي ما إحنا كاتبين في الslide كده. أنت لازم تقول له أنت عايز إيه بالضبط، أو أنت هتعمل إيه بالضبط. بلاش اكتب لي إيميل، اعمل لي مش عارف إيه، ادّيني مش عارف، هو مش قريبك ولا ابن خالتك ولا ابن عمتك عشان إيه تكلمه كده سون فصون. لأ، ادّي له معلومة محددة، لإن أنت خلاص استحضرت عقله في حتة الcontext، وهو الراجل عارف الrole بتاعه من الأول اللي أنت قايله له. يالّا بقى انزل بقى اشتغل في الحتة دي. آخر حاجة بقى الstop بقى. اديته الtask بتحط له بقى عندها حاجة اسمها constraints اللي هي الC اللي هي الحدود. بتقول له بقى إيه، إيه الممنوع وإيه المسموح. تقول له مثلًا إيه، استخدم الFIDIC clause رقم 15.1. خلّي النبرة firm tone حازمة كده وشديدة كده، واتكلم معاهم بطريقة حازمة في الجواب أو في الإيميل. آآ ما ت ما ينفعش إن أنت تسيبه براحته. مثلًا ممكن تقول له إيه، اعمل لي جواب ما يعدّيش 200 كلمة. دي حاجات أنت بتحطها constraint عشان هو ما يسرحش منّك بخياله، ويقعد يشتغل مع نَفْسه كإنه ما لوش مدير، ما لوش حاكم، ما حدّش مسيطر عليه. فعشان كده إحنا بنعمل له حاجة اسمها constraint. 100% أنت ما بتعملش كده في الprompt بتاعك وأنت بتكلم ChatGPT. أنا متأكد إن أنت بتكلمه كده عادي سون فصون، اكتب لي، اعمل لي، سوي لي، مش عارف إيه.
ما ينفعش، وبترجع بعد كده تقول إيه أصله بيطلّع نتايج أنا ما اقدرش أعتمد عليه، لأ طب ما تقدر تعتمد عليه، بس استخدم الRCTC formula دي وأنت تشوف هو هيطلّع لك إيه. المعادلة دي اللي هي RCTC formula دي هي الفلتر اللي هيحوّل الكلام العشوائي لرَد تعاقدي يحميك قانونًا، ويبقى بيتكلم بطريقة قانونية كإنه واحد فاهم عقود هندسية كويس جدًا. كفاية بقى كلام نظري، تعالوا ناخد المعادلة بتاعتنا نطبّقها على اللي إحنا عملناه قبل كده، ونشوف النتيجة وفرق النتيجة هيطلع شكله عامل إزاي. يالّا بينا. دلوقتي هنطبّق معادلة RCTC اللي اتكلمنا عليها. ركّز معايا بقى في الprompt ده عشان نشوف أنا استخدمت المعادلة إزاي. أول حاجة عرّفته هو مين، اللي هي الOR بتاعتنا، خلاص؟ senior contract administrator يبقى أنا عرّفته أنا مين، أنا عايزه يشتغل يact as مين. الC بقى التانية اللي في المعادلة فرحت له إن we are constructing 5 star hotel وإحنا بنبني فندق 5 نجوم خلاص، والمقاول متأخّر 30 يوم عشان يعرف هو حجم الكارثة اللي هو بيتعامل معاها شكلها عامل إزاي. يبقى أنا كده طبّقت الR الأولانية والC التانية في المعادلة. تالت حاجة بقى في المعادلة اللي هي الtask، طلبت منه الtask أهو وقُلت له إيه، قُلت له draft a formal notice to correct، قُلت له أنا عايز جواب بس مش أي جواب، عايز جواب notice to correct عشان خاطر يعرف هو يعمل إيه under sub clause 15.1 constraints. يبقى أنا دلوقتي قُلت له أنا عايز جواب خلاص notice to correct تحت الsub clause 15.1 draft a formal إيه letter تمام. يبقى أنا كده اديته إيه، نراجع مع بعض بقى. يبقى أنا كده اديته أول حاجة الR الأولانية تمام، هو هيact as إيه. تاني حاجة اديته الC التانية اللي هي الcontext هو هيبقى إيه. تالت حاجة اديته الtask اللي هي T خلاص، وهنا الformal إيه notice to correct. والأهم هنا constraint، أنا أمرته إن اللهجة بتاعة الجواب حازمة firm وcontractual contractual language يعني بتتكلم بإيه، بطريقة تعاقدية وما فيهاش emotion ما فيهاش مشاعر. تاني حاجة قُلت له خلّي المرجعية بتاعتك للجواب للclause 8.6 اللي هو بتاع الrate of progress as a breach إن هو متأخّر reference للrate ده تمام. تالت حاجة خلاص قُلت له إن هو يهدِّد بفسخ التعاقد تمام، لمّا عن طريق إن هو يرجع لsub clause 15.2. وآخر حاجة قُلت له خلّيك professional وأنت بتكتب الجواب. ما تيجوا يالّا ندوس enter ونشوف السحر. بُص بقى السرعة، بُص التنسيق، بُص بيبتدي أو بيكتب أو بيبدأ بالclose اللي أنا قُلت له عليه، مش بيكتب دير سير وخلاص. هو هنا بياخد المواد اللي أنا حددتها له وبيحطها كمرجعية للجواب اللي اتكتب، مش أي كلام وخلاص ومش أي حد مش بيحط أي حاجة وخلاص. شايفين الفرق؟ بدأ هو present sub clause اللي هو 15.1 خلاص، وبعدين نقله لإن هو on breach على clause 8.6 اللي هو rate of progress، وبعدين في الآخر ختم الجواب بالclause اللي أنا قُلت له عليه اللي هو accordance to subclause 15.2 اللي هو termination by employer. ده مش جواب كاتبه روبوت، ده جواب كاتبه استشاري بياخد آلاف الدولارات وجاهز على الطباعة والتوقيع فورًا. ده الفرق بين إنك تستخدم الAI كلعبة أو إنك تستخدمه كأداة هندسية، بدل ما كان بيرغي بقى بيخلّص عقود. الذكاء الصناعي ده عامل زي برنامج كده الPrimavera أو برنامج الRevit، خلاص هو برامج عبقرية، بس من غير مهندس شاطر يدخّل لها مدخلات صح، بتتحول البرامج دي إلى خردة إلكترونية. معادلة الRCTC دي اللي إحنا شرحناها النهارده دي، هي اللي بتبين الفرق بين مهندس قاعد طول اليوم يضيّع وقته في الشات، وبين مهندس ممكن يخلّص تاسكات يوم واحد في 10 دقايق. وعشان عارف إن أنت وقتك في المكتب أو في الموقع مضغوط وما عندكش وقت إن أنت تعمل prompts من الصفر، أنا عملت لك مكتبة الprompts الهندسية، ودي حطيت لك فيها أهم صيغ أو أهم 5 صيغ أنا باستخدمهم في حياتي اليومية. هيكونوا عبارة عن إيه؟ هيكونوا عبارة عن prompt لمراجعة العقود، وprompt لكتابة الجوابات أو الخطابات المطالبات اللي هي الclaims letter، وهيكون في prompt عشان خاطر يرد على الإيميلات الهجومية
ببرود الأعصاب، وكل ده بطريقة سهلة جدًا عن طريق إن أنت بتاخد الكود أو الprompt اللي أنا مديه لك وتحطه في الchat bot بتاعك مع العقد بتاعك، وهو هيرد لك على الإيميل بمنتهى السهولة. رابط الملف هتلاقيه تحت في الdescription. جربه في شغلك من بكرة، وقُل لي في الكومنتات إيه أكتر task رخم ناوي تخلّي الAI يشيله عنك. أنا شريف حسن، ودي كانت حلقة جديدة في رحلة دمج الذكاء الصناعي بإدارة المشاريع. سلام يا هندسة.